السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد، وأنا كده امبارح اشتريت الحفظتين دول. واحدة للطرقة وواحدة للصالة. بس أنا أصلا كنت بشتري 2 للصالة لأن الصالة محتاجة 2، أنا الصالة عندي كبيرة، وديت 2 في 3. انا الصلاة عندي بتاخد حفظتين 2 في 3. فالمهم ايه، الراجل جابهم لي، بس جاب لي اللون فاتح عن ده شوية، يعني تركواز فاتح، والرسمة مش شكلها يعني مختلفة عنها. فانا قلت له لا، احنا هاخد ديت وبدل لي ديت وهاتها لي ايه زي اللي عندي دي. قال لي طيب ماشي، ورحت واخده ايه منه الطرقة. خدت الواحدة على 1000 ونص، 1500، واللي هي بتاعة الطرقة ب750. تمام. هنا بقى انا كنت اصلا شارياهم علشان العيد، بس انا مبقاش فاطمه لو صبرت للعيد. انا من امبارح وانا دماغي قاعده شغاله، اللي هو قومي يلا افرشيهم. طب استني، طب حتى على ما تجيبي التانية عشان تفرشي الصاله، لا، قومي حط واحده ولما التانية تيجي غيري. فالمهم ايه، انا اصلا شاريهم للعيد، انا مش شاريهم لدلوقتي. فالمهم ايه، رحت النشاط كده جالي، ورحت قايمه شايله السجاده اللي هي في الصاله. على فكره السجاده ديت انا غسلاها ما في شهر 9، في اخر 9. بس اسمها فاتحه وكده وفيها ابيض فبتتوسخ على طول. رحت جايه شايلاها كده، واللي عنده عيال مدوخينهم زي يسيبولهم كومنت. عايزاكم بقى تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وعايزه اخد رايكم في ايه. في فيديو عايزه انزله. عايزه اعمل فيديو لصور البوم الشبكه والفرح بتاعي. اللي حابب يشوفهم يكتب لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك. فالمهم ايه، قعدت كده بقى اكنس الصاله، ومحمد يزهق فيا واشيله اوديه اوضه الاطفال. انت عارفين لو انا اللي عايزاه يلعب في الصاله مش هيلعب في الصاله، هيروح اوضه الاطفال ويبوظها لي. فالمهم ايه، قعدت بقى اشيل من الصاله اكركب في اوضه الاطفال، اشيل من الصاله اكركب في اوضه الاطفال. انا اصلا قبل ما افتح الفيديو انا كنت ايه روقت اوضه النوم. هنا بقى كنت خلصت كنيس، وهروح بقى اجيب الجردل والشرشوبه وايه، والمح كده الارض. وعلى فكره هنغير الديكور بتاع الصاله ده في الفيديو. عايزه اعمل فيديو غير الديكور لرمضان، بس انا خايفه اطلع الحاجه بتاعت رمضان ابني يبوظها. فانا بفكر ان انا السنه دي ما اعملش ديكور لرمضان، على مثلا ما يكون ان شاء الله رمضان اللي هو بتاع السنه الجايه يكون هو كبر شويه، ابدا بقى انزل الفوانيس، واعمل الفرع اللي هو النور وكده، واغير بقى الدنيا واركب الزينه. يعني انا بفكر رمضان ده نعدها كده، حتى مش هنزل اي حاجه خالص على اي ترابيزه. انتوا ايه، عرفوني رايكم. فالمهم ايه، العسكري بحس اللي هو وانا بكنس السجادة كانت بتنطور تحته، فرحت ايه قايله بقى اما اشده امسح تحته. بصوا، وده ورا هناك اهو قاعد يغرق في نفسه وفي هدومه، وشويه هيغسل وشه بالميه. بصوا كل شويه اشيله وادخله، هو يا رهف خلي بالك من اخوك ما تطلعوش، حاضر تعالى يروح ماما. هنا بقى ايه، قعدت كده امسح في الارض، وكان في بقعه في الارض انا مش عارفه هي ايه، شوكولاته ديت ولا ايه. اما ايه يابا، ايه ادوله يا رفحت، لا ما تدلوش، انت بترمي ورا الكنبه. اه، احنا قاعدين دلوقتي في الركنه. بصوا انا كده روقت اوضه النوم والصاله، قاعده فاضل لي الركنه واوضه الاطفال والمطبخ. فانا قاعده ايه في الركنه، هو بياخد الاكل ويرميه ورا الكنبه. مش انت بتاخد الاكل وترميه ورا الكنبه؟ ويقول اه، معترف ومش خايف. اما ايه وزفت ايه، انت بتاخد الاكل ترميه ورا الركنه؟ اه، معترف. معترف. اضربك؟ ما ماشي. هنا بقى ايه، كنت بمسح بقى ايه، بلمح كده الارض. انا اصلا لسه مغيره الديكور اللي هو بتاع الصاله، اللي هو مغيره الكنبه اللي فيه والترابيزه اللي هي بكراسي وكده. بس انا بحب التغيير. انا لو ما بعرفش ان انا يعني ايه اشوف كده الحاجه في مكانها على طول، بحس لا ان انا لا انا تعبت.
عايزه اغيرها. بس بقى بس انتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو هياخد طرق على الارض، بس هو يستاهل عشان الارض مبلوله وكل شويه يطلع لي. يا ابني خليك، يا ابني خليك، مفيش فايده. بص الواد ميدو، بص الواد ميدو فين. ميدو اهو. هنبداوا العياط. هنا بقى انا مش فاكره بصراحه انا كنت بعمل ايه. مش هي رف تعملي ورا. ما علينا. المهم هنا بقى كنت بحرك اهوت الكراسي من مكانها، بجيبها المكان اللي انا هحطها فيه، هشيل بقى الركنه احطها تحت الشباك اللي هو تحت الستاره على طول. ركنه انتوا هتنسونوا ليه؟ شيل الكنبه احطها تحت الستاره على طول. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك عشان قناه تكبر بيكم وتشجعوني. وصلوا على النبي. هنا كان انا شلته وفصلت الكاميرا، سكته، رحت راح حطها على السرير، حتى ايدي باين انها كانت بتتحرك. رحت راح حطها على السرير وطلعت عشان اكمل. هي عندها درس الساعة 2 ماشي، واحنا دلوقتي الساعة 1. بفكر ان انا اروح اودي رافع الدرس. رافع هتطلع من الدرس الساعة 4. بفكر ان انا اروح اودي رافع بس يا راها. بفكر ان انا اروح اودي في الدرس، وبعدين فبفكر ان انا اروح اودي في الدرس، وبعدين في الساعتين دولت اجي اخلص الركنه واوضه الاطفال والمطبخ، وبعدين اروح اجيبها، وبعدين اجي نعمل لنا الغدا. كده كده جوزي مش هنا النهارده، فهتغدى انا والولاد بس. هنا بقى كنت نسيت ازعق في الحته ديت، رحت جايباها. يانا يانا انا تعبت تعبت تعبت. انت. وبعدين هنا بقى اهوت كنت حطيت الكنبه تحت الستاره، وهجيب بقى الترابيزه هحطها عند العمود اللي هو التركواز ده. وهنا محمد بيعاندني وراح طلعت من الصاله عشان يعتني، بس الحمد لله ما وحش. وجبت بقى الشرشوبه كده مسحتي تحت الكنبه عشان لو في تراب اي عفره بتاع كده اي حاجه، عشان الدنيا بقى كده تبقى كلها نظيفه. يا انا صلوا على النبي يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى انا كنت نسيت انا هعمل الترابيزه ازاي، فنسيت خالص، فهروح شايله الكرسي وعدل في الترابيزه، وانا اروح رجعت انا مغيره موال. هو اصلا الولد اللي نساني كده بقى. افتكرت انا هعملها ازاي. انا كنت عاملاها بالطول النوبه اللي فاتت، النوبه دي عاملاها بالعرض. عايزاكم بقى تقولوا لي هنا مكان الكنبه احسن ومكان الترابيزه احسن، ولا كان الاول احسن؟ قطعوا لي الكراسي بتاعه الترابيزه وبهدلوا لي الدنيا والله يعني. بس ان شاء الله انا هغير الترابيزه ديت واجيب سفره، بس انا حاسه السفره مش هيبقى لها مكان عندي احساس بكده. قولوا لي انت ايه رايك. بفكر اشيلها خالص. هنا بقى هلمح تاني الصاله مكان بقى ما مشينا، واللي هو طلع من الاوضه وقعد يلحوس وانا كنت رايحه جايه فيها، فلمحها عشان ابدا بقى ان انا افرش. وقولوا لي سعرهم كده حلو ولا انا انضحك عليا. وفي نفس الوقت تاني نسيت وفي نفس الوقت ديت صغيره على الصاله صحيح، يعني التانية انا من رايي انا لما اجيب التانية هفرش يعني هخلي الطول هناك ناحيه النيش كده، مش هفرش من ناحيه الباب، لا هخليه هفرشهم بالعرض الاتنين يبقوا جنب بعض. هنا بقى خلاص جبتها وبفرش. هفرشها ايوه، انا مش قصدي انها هفرشها بالطول كده، لا هفرش الاتنين بالعرض، عشان يعني انا الصاله عندي ما شاء الله كبيره خالص. هنا بقى كنت بفتح الباب بشوفه هيعمل فيها ولا لا. انا الصاله عندي كبيره خالص، فعايزه 2 بالعرض يعني. ديت 2 في 3، لا هي عايزه كمان واحده معاها ويتحطوا بالعرض. قولوا انت ايه رايكم، عايزه رايكم فيها، شكلها حلو ولا مش حلوه. هنا بقى كنت بنقل العسكري ده. على فكره العسكري ده بتاع اوضه النوم، بس انا جوه اوضه النوم ضيقه انتوا عارفين، فملوش مكان عندي فحطاه هنا. وهنقل بقى الجزام.
على فكرة أنا أول ما اتجوزت كان مكانهم الاتنين كده جنب بعض، يعني أنا أما غيرت كده ده مكانهم الأصلي. كان عندي بقى ابني ملغوي الشنب القلم رصاص على الحيطة جنب العسكري. رحت جبت سلكة وقعدت غسلتها. قولوا لي بقى رأيكم كده حلو ولا لأ؟ ولا الأول كان أحلى مكان الجزامة هنا، ولا الأول كان أحلى؟ هنا بقى كنت خلاص خلصت بقى الصالة، خلاص الحمد لله. بس والله أنا تعبت فيه. أنا أوضة الأطفال عايزة فيديو لوحدها، فيديو كامل. دخلوا أوضة الأطفال قلبوا الدولاب كله على الأرض، وأنا كنت بشيل السجاد بحطه جوه في أوضة الأطفال. فأنا أوضة الأطفال عندي مكركبة معلش على الدوش، يعني زهقت. فانا اوضه الاطفال عندي مكركبه خالص، يعني ديت هصور لكم فيديو لوحدها. ديت بقى اللي في الطرق. قولوا لي رايكم فيها. على فكره تحفه، يعني ماشي عليها كاني ماشي على بطانيه والله العظيم، وتقيله. وفرشت اسمها إيه؟ المشاية ديت في الاخر، عشان يعني ايه الارض ساقعه والولاد وكده، ففي الصيف هشيلها انا حتى بس عشان السقع. وهنا كانت اوضه النوم اهي خلصانه، وكده خلصنا اوضه النوم والصاله. ربنا يعيننا على الباقي. بس انا فرحانه. ده اسمها ايه يعني، ما ينسيناش ان انا فرحانه. هي صغيره لا بس انا فرحانه، انا ما كنتش هقدر استنى للعيد. انتوا قولوا لي بقى رايكم، ان انا اشيلهم للعيد ولا اسيبهم؟ انا من رايي انا اسيبهم. هنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك. باي.